وكتير من الناس بتسألنا هل صوتي ينفع للدبلاج والتعليق الصوتي؟ أهلا بيكم، والنهاردة بودكاست جديد من كرمال الصوت معكم مروة الإبياوي. كتير من الناس بتسألنا هل صوتي ينفع للدبلاج والتعليق الصوتي؟ أولا محتاجين إن احنا نعدل السؤال. مفيش حاجة اسمها صوت ينفع أو ما ينفعش في مجال التعليق الصوتي. التعليق الصوتي والدبلاج هي مهارة عملية زي أي مهارة السواقة أو مهارة السباحة. كل الأجسام تعرف تعوم، حتى الأجسام ما شاء الله الممتلئة بتعرف تعوم، كل الناس بتعرف تسوق. أهم حاجة ليك في التعليق الصوتي والدبلاج إنك تتدرب، إنك تكون مع مدرب يقدر يطلع إمكانات صوتك. مش هتقدر تعرف صوتك ينفع أو ما ينفعش من غير ما حد يقول لك ايه البوينتس بتاعت القوه بتاعت صوتك وايه نقاط الضعف اللي هنبدا نلعب عليها. نقاط القوه يقويها ونقاط الضعف يبدا يعالجها. وكتير من الناس بيجي لنا مشاكل في صوته وما شاء الله بعد كده بيحترف العمل في التعليق الصوتي. وفي منهم ناس كمان بيبقى عندها لدغه وتبدا تتصلح مع مرور الوقت. يعني بعض الناس تقول